السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قسما بالله اللي اقوله لكم ده هو اللي حصل. انا حاطه التليفون يا جماعه على الليسته اللي هو بصور معاكم طريقه الفراخ وطريقه الحواوشي والكلام ده كله، والتليفون قسما بالله ما بيصورش. وانا مش عارفه، يعني هو كان ضعيف وما بيصورش. ما علينا، قلت لا لازم طب خلاص اوريكم الشكل حتى النهائي. بس ان شاء الله باذن الله انا هكرر الفيديو ده تاني وهنزله لكم باذن الله. بصوا كده كانت ايه، يعني فطار خفيف. اللي هو بقى زهقنا من كل حاجة تتخيلوها، فعملنا بقى مشاوي وبتاع. الفراخ اللي انتوا شفتوها اللي شكلها يتجنن دي تفتح النفس. انا بقول لكم عاملين ايه، يا رب تكونوا كده بخير وفي احسن حال. بدنا نقول بقى طريقة الفراخ دي ازاي. طريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، يعني ايه مش محتاجة اي حاجة. معايا كده 2 من الطماطم، بصلاية كبيرة كده حلوة، فص من الثوم، قرن فلفل، معلقتين من العسل الابيض، بهارات بقى فراخ، بابريكا. ظبطي امورك كده والدنيا هتبقى معاكي زي الفل. وابدأي ان انتي قطعت الفراخ دي حتت صغيره خالص، ما قطعتهاش منابات كبيره يعني. قطعتها حتت صغيره وتبلتها من بالليل. بجد كان الطعم خطير. واللون اللي انتوا شايفينه على الفراخ دوا مش حرق ولا اي حاجه، مش حرق ولا حاجه. ده يعني من العسل وكده. هنا كمان كنا عاملين جوافه باللبن، فقلنا ان اصبها كده معاكم، وعاملين طحينه وسلطه. وعملت كمان الحواوشي بطريقه سهله جدا. طبعا طماطم برضو وبصل بشرتهم جدا وصفتهم من اي ميه، فلفل كده وبهارات حواوشي، وظبطت كل حاجه وحطيتهم على اللحمه. وبعد كده جبت العيش البلدي العادي. دي كانت بامية كنت عاملة طاجن وكده، فكانت فايدة مني وكده، فقلت ايه هعملها واسخنها كمان وهحطها معاكم. انا مش عارفة بنتي بتعمل ايه، بس هي اللي كانت بتصور والله. هي داخلة في قلب طبق السلطة بطريقة رهيبة. عملنا كمان سلطة. يلا، الموضوع هنا كبير بقى. هبدأ بقى كده، خلاص كان الأذان بيأذن. بصوا يا جماعة لونها تحفة بجد وشكلها يجنن. ايه رأيكم؟ قولولي بس الشكل ايه اخباره. تمام. يلا بقى، لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركوا معانا كمان في القناة وتكتبوا لي كلمة حلوة منكم، بجد بتسعدني جدا. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في احسن حال يا رب. وربنا يعني كده يعود علينا الايام بخير، ما يجيبلكوش اي حاجة وحشة، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم. ايه رأيكم في لون الفراخ؟ تحفة. لا بجد تحفة، بجد محتاجة لايك بقى. اقفل الباب عشان الصوت. بصوا بقى الحواوشي لونه ذهبي جدا. بصوا ما رضيتش هو ممكن نسويه على الطاسه عادي على النار، بس انا دهنته كده سمنه من بره، يعني من وشين، وحطيتهم في صاج ودخلتهم الفرن زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو كده. بصوا الفراخ شكلها يجنن. يلا حطوا لايك بقى واشتركوا معانا في القناه. وطبعا عشان يوصل لكم كل جديد كده. خلاص بقى هنغرفنا الاكل وكل الدنيا تمام. بوريكم بقى عملنا سلطه وعملنا طحينه وكمان عصير، وقدمنا اكلنا بشكل حلو، والحمد لله اليوم بيعدي والدنيا زي الفل. آه. قولولي بقى، بدأتوا في تروقات العيد وروتينات العيد ولا لسه؟ في ناس بتستنى شوية، في ناس خلصت اصلا، وفي ناس يعني لازما عندها ان هي زينا كده. يعني احنا عندنا كلنا طقوس مصرية ان لازم تشي تحت السرير وتجيبي مش عارف ايه. خلاص بقى احنا خدنا على كده ان يومنا يمشي كده، مينفعش العيد يجي غير كده. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. وتعالوا بقى، احنا كده ظبطنا الاكل بتاعنا وورينا شكل الاكل، ويا رب يكون السفرة عجبتكم. قولوا ايه رايكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بس احنا ما خلصناش، تعالوا نخش بقى على الروتين اللي احنا عملناه. بصوا بقى، خلاص بدأنا ان احنا نشيل كل حاجه. شيلنا الفرش، شيلنا كل حاجه بقى. يعني خلاص بقى كده، صح ولا انا بقول كلام مش مناسب؟ عايزه اقول لكم على حاجه. انا كنت مجهزه ومجهزه معاكم يعني الدقيق والسمنه، وكنا هنعمل نواعم العيد وبتاع، وحصل عندي ظرف طارئ فخلاني ان انا مش هقدر، لاني اعمل فيديوهات دي. عملت فيديو الكحك وممكن انزله، وبتراجع ان انا ما انزلهوش لاني حصل عندي حاله وفاه. فالحمد لله على كل حال.
طبعا جدي يا جماعة توفى. فانا مش عارفة طبعا، اكيد مش هكمل، وما كنتش فعلا عملت غير الكحك. وطبعا لما توفى انا خلاص شلت كل حاجة، وقررت ان انا مش هعمل اي حاجة. حتى الفيديو بتاع الترويق ده قبل برضو حالة الوفاة. بس يعني انا عادي هكمل ترويق شقتي عادي، وهفرش عادي، عشان الظروف يعني ايه، او الولاد او كده ملهمش ذنب في اي حاجة. فالحمد لله. لكن انا مش هقدر اكمل روتين الكحك والبسكويت ونواعم العيد، وقدر الله ما شاء فعل. بصوا يا جماعه، انا كنت شلت بقى كل حاجه زي ما قلت لكم في اول فيديو. ده عاداتنا. شلت كل حاجه، وشديت كمان الدولاب، عملت وراه بقى. كان الايام اللي فاتت تراب جامد بتقولك خدي وكده 15. فالجو كان صعب قوي. فالحمد لله على كل حال. ما تنسوش تدعوا له بالرحمه والمغفره، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.